ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الجبنه الكريمي او الجبنه الكيري، بطريقه بسيطه وهتوفر عليكي كتير جدا، وهتوفر عليكي انك تشتري الجبنه العلب اللي طبعا مش مفيده خالص لاولادنا. هتعمليها دايما في البيت بطريقه بسيطه جدا جدا. انا جبت كيلو لبن، بس بصراحه هو قطع مني بعد ما غليته، اكتشفت طبعا ان هو قطع. فطبعا ارميه؟ لا طبعا، حرام في عز الغلا اللي احنا فيه دوت، فما نرميهوش يعني نستفيد بيه. رحت طحناه مدياله فرمه كده في الخلاط، ورحت عاملاه لبن رايب. تمام، اللبن الرايب برضو دوت هينفعنا في الجبنه الكريمي او الجبنه الكيري اللي انا عملتها النهارده. بنستخدمه بقى في المعجنات، هنعملها مع بعض. بنستخدمه في البيتزا، في اي حاجه بتعجني بيها طبعا. اللبن الرايب جميل جدا في المعجنات. بصوا جميل ازاي، والقشطه بتاعته لان هو كان بخيره، ملحقتش حتى اطلع منه القشطه. يلا بينا على المقادير. معانا بقى جبنه قريش، هنعمل الجبنه الكريمي النهارده من الجبنه القريش. معانا قطعتين كبار، يعني 250 جرام. ومعانا نص كوبايه من اللبن اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. معانا ربع كوبايه من الزيت، ومعلقه او معلقتين كبار من اللبن البودر. خليها معلقتين لان هي دي اللي بتظبط القوام بتاع الجبنه. في الهاند بلندر بقى عندك، او في الكبه، او في الخلاط، ممكن تعملي الجبنه او تطحنيها يعني. انا لقيت بالنسبه لي اسهل يعني ان انا اعملها في الهاند بلندر. حطيت الجبنه، هحط عليها اللبن، وبعد كده هحط اللبن البودر. مش بحط ملح لان اصلا الجبنه القريش فيها ملح، متملحة يعني، هي جاية أصلا جاهزة يعني متملحة ومظبوطة يعني. فمش هحطها، مش هحط ملح عشان ما تبقاش مالحة. أنا بحب الجبنة شوية دلعة. بس ببتدي بقى أضرب. بتفضلي بقى تضربي فيها لحد ما تنعم معاكي خالص وتبقى كريمي كده. تضربي فيها لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. وانتي بتضربي لقيتيها خفيفة او مش ده القوام اللي انتي بتتمنيه، او هو ده اللي انتي عايزة اتقل من كده، بتضيفي قطعة كمان او نص قطعة من الجبنة القريش. الزيت بقى احنا بنضيفه في الاخر علشان يظبط القوام، هو ده بقى اللي بيتقلها. بعد ما بتخلصيها لما بتدخليها التلاجة بتجمد وبتديكي قوام اجمد من القوام اللي انتي كنتي بتطحنيه فيها. هتعجبكم قوي 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 يا جماعة بصراحة. الجبنة انا عملتها كتير وولادي واخدين عليها جدا، حلوة قوي قوي. في فطار بقى، في عشاء، جميلة جميلة ومفيدة. معمولة من الجبنة القريش ومن اللبن، يعني حاجة انتي مشرفة عليها وحاجة انتي اللي عاملاها بايدك. حاجة جميلة جميلة جميلة، مش هتزهقي من اكلها. ممكن تاكليها طول ما انتي قاعدة كده بالمعلقة بقى، بقسماط لو عندك بقسماط، في فينو لو عندك فينو. فبصي يعني هي دايسة معاكي في كل حاجة. بصوا قوامها جميل ازاي. انا هنا ما ضفتش جبنه قريش تاني، يعني هما القطعتين ما ضفتهمش. لو انت عايزاها اتقل بقى بتضيفي حته صغيره كمان. بس دي الجبنه الكيري معايا النهارده. طريقتها بسيطه جدا. وطبعا حبيت ان انا اقول لك لو انت اللبن الراب عندك ما ترميهوش بعد ما غليتيه طبعا، فحرام ان احنا نرميه. فقلنا ان احنا نستخدمه النهارده، اوريكم استخدام من الاستخدامات بتاعته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك للفيديو لو عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد.